عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم فيديو جديد. فيديو النهارده خاص بتابلت المدرسه. كلنا معانا التابلت ده، ولو فتره الاجازه عايزين حاجه نقدر ان احنا من خلالها نجيب فلوس وكمان نتعلم حاجات مفيده. فالفيديو بتاع النهارده لو انت مهتم بالموضوع ده كمل الفيديو للاخر، وما تنسوش عجبكم الفيديو نعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه وشير لكل اصحابنا. يلا نبدا الفيديو بتاعنا. يا جماعه ما تنسوش انا حاطه لكم لينك الانستجرام بتاعي في اول كومنت، لو عايزين تتكلموا معايا في اي حاجه، عايزين تسالوني على اي حاجه فابعتوا لي على الانستجرام، وانا باذن الله موجوده هناك يعتبر على طول عن يوتيوب. فتعالوا كلكم على الانستجرام. كده بقى نبدأ. كلنا يعتبر معانا التابلت، ومعظمنا اللي في اولى مثلا او تانية او تالتة معاهم التابلت بيكون لسه مقفول، يعني مش فاتحينه او كده وما فيهوش كل حاجة. لكن الناس اللي خلصت معاها التابلت مفتوح وبقى زي اي تابلت عادي بنشتريه من بره، مفتوح على كل حاجة ونقدر ندخل على اي موقع. فانا الكلام اللي انا هقوله ده هيكون للناس اللي هي التابلت بتاعها عادي في اولى وتانية، يعني اللي هو مقفول بتدخل بس يعتبر على يوتيوب بس، ما بتقدرش تعمل عليه اكتر، يعني حاجة اكتر من كده. وهتكون الافكار برضو خاصة بكده، عشان الناس تقولي لا احنا التابلت ما بنفتحش عليه حاجة خالص، مش عارفين نفتح عليه حاجة. لا، انتوا يعتبر بتعرفوا تفتحوا عليه يوتيوب بس. فهوريكم دلوقتي الافكار كلها خاصة بكده، وبحيث ان هو برضو ما يكونش حاجة ضارة على التابلت بتاعكم. تعالوا نبدأ بقى بالافكار بتاعتنا. اول حاجه مفيده لينا وهي موضوع الكورسات، اقدر ان انا من خلاله ان انا افتح اليوتيوب اقدر اخد كورسات مختلفه. اهم الكورسات اللي انا لازم اكون واخدها عشان مثلا تنفعني في شغل هي لازم اللغه زي الانجليش، يعني انا لازم اكون واخد كورس انجليزي مهم جدا لاي شغل دلوقتي. لازم يكون ان انت معاك لغه، واهم لغه هي الانجليزي، فاحنا لازم نهتم بالانجليزي بتاعنا. لو الانجليزي بتاعنا مش كويس نبدا ان احنا نحسنه في الاجازه بان احنا ناخد كورسات. كل اللي انا محتاجه ان انا بفتح التابلت بتاعي على اليوتيوب، ووريكم كذا مره ازاي ان احنا بنفتحه، واكتب بس كده اهو في السيرش، هكتب كورس انجليزي هلاقي حاجات كتير جدا هتطلع لي. وفي قناه اللي اسمها ذا امريكان انجلش، دي القناه دي كويسه جدا ومنزله كورس من الالف للياء يعني عموما. وكل اللي انا هحتاجه مع التابلت هو النوت بوك كده صغيره بتاعتي، او نوت بوك كده اي حاجه موجوده عندي، او كراسه، مجرد بس كده ان انا بدون اللي انا ايه بتعلمه. فقلنا الانجليزي مهم جدا. لو انت الانجليزي بتاعك كويس وعايز لغه تانية، شوف ايه اللغات المطلوبه في الشغل. هتلاقي ان اكتر اللغات المطلوبه في الشغل الالماني والفرنساوي، فممكن ان انت تتعلم كمان الماني وفرنساوي. وانت كمان لو لغتك التانية عموما في الدراسه اي واحده منهم فده هيفيدك اكتر. فانت شوف لغتك التانية ايه اللي بتاخدها في اولى مثلا واخترتها، وابدا كمان ان انت تزود معلوماتك فيها. الموضوع ده زي ما قلت هينفعك كشغل وهينفعك كدراسه، فهي حاجه مفيده، وبالنسبه لك ممكن ان انت كمان تطلع منها اللي هو شغل اللي هو فلوس. تاني حاجة وهي مهمة جدا ان احنا نبدأ نتعلمها من دلوقتي حتى لو لسه ما عندناش اي خبرة، ان احنا ازاي ان احنا نعمل سي في لنفسنا، عشان الشغل مهم جدا بجد الموضوع ده. فاتعلم من دلوقتي ازاي ان انت تعمل سي في حتى لو لسه ما عندكش خبرات، بس على الاقل لو اشتغلت حتى في حاجات بسيطة تكتب فيه ايه المهارات اللي عندك، وتكون عارف مثلا مهاراتك ايه. والاهم من ده كله مثلا ان احنا نقعد مع نفسنا الايام دي ونشوف ايه الحاجات اللي احنا بنحبها. يعني مثلا انا بحب التصوير، بحب التصميم، بحب مثلا كذا، بحب ان انا اصور بالتليفون، وابدا اشوف الحاجه دي ازاي ان انا اقدر انميها عن طريق كورسات على النت. فبجد الموضوع ده هيفرق معاكم جدا، وهتلاقي نفسكم بتطوروا نفسكم في الحاجه اللي انتوا بتحبوها، مش مجرد حاجه اللي انتوا بتتعلموها كتعليم وخلاص. لا، انتوا في شغفكم فعلا في الحاجه دي. فزي ما قلت لكم لو انتم مهتمين ان انتم مثلا هتدوروا على شغل او كده، او حتى لو بعدين، لازم تشوفوا الفيديو بتاع ان انت ازاي تعمل سي في لنفسك. وابدا مثلا ان انت اعمل حاجه بسيطه حتى لو لسه ما فيهاش خبرات كتير، واعمله وكل فتره ابدا حدث عليه. يعني مثلا انا السنه دي عملت وركنت، وبعد كده لقيت نفسي مثلا نزلت شغل في حاجه معينه، او كاتبه الشغل ده فيه. حتى لو ما نزلتش في الشغل لقيت نفسي ان انا اتعلمت مهاره جديده، اتعلمت لغه جديده، او كاتبه فيه. لغايه سنه على سنه على سنه هيكون عندك سي في محترم، وهيكون بجد اللي هو يفرق معاك جدا. اللي هو انت في اي شغل انت اول حاجه هات السي في بتاعك، فين السي في بتاعك؟ فهو ده اللي هو بيعبر عن شخصيتك عموما، بيعبر عن كل حاجه. فمهم جدا بجد ان احنا نبدا نتعلم من دلوقتي. اما نتعلم الحاجه من دلوقتي واحنا صغيرين، واحده واحده هنلاقي نفسنا اما نكبر بقينا بيرفكت فيها بجد. معانا كمان تعليم البرنامج بتاع الوورد.
اللي هو بنكتب بيه الابحاث، بنكتب بيه ملازم، بنكتب بيه كتب. كل الحاجات دي اللي هو بنكتبها على الكمبيوتر ازاي. البرنامج ده مهم جدا وهتستخدمه في حاجات كتير. لما تدخل الجامعة هيكون مطلوب منك مثلا ابحاث ان انت تعملها بنفسك، ولازم تكون معمولة على الكمبيوتر. وقتها بقى مش هروح بقى اللي بتاع سايبر واقول له اعمل لي البحث والكلام ده كله. لا، انا دلوقتي بقيت بعرف ان انا اعمل البحث بنفسي. هتعلم ازاي ان انا اعمله. احاول ان انا ابدا حتى على التليفون في البرنامج بتاع وورد. ابدا كده بحاجات بسيطه مش مشكله لو ما عنديش لابتوب او كمبيوتر. فبجد الموضوع الوورد ده بيفرق جدا. وكمان في الشغل لازم يعني الاساسيات ان انت لازم تكون بتعرف تشتغل على الوورد. لان مثلا الناس اللي هم بيدخلوا بيانات الكلام ده كله لازم الوورد والاكسل. فالبرامج دي بجد مهمه جدا. اي دلوقتي حاجه متعلقه بالكمبيوتر عموما فهي مهمه. بعد كده معانا تاني حاجة هو مجالات التصميم. مجالات التصميم كتيرة جدا. نقدر ان احنا نشوف ايه اكتر حاجة من المجالات دي احنا شايفين نفسنا فيها ونبدأ ان احنا نتعلمها. في عندنا مثلا الناس اللي بتصمم الالعاب والبرامج، الناس اللي بتصمم الصفحة مثلا بتاعة اي موقع، الناس اللي بتصمم صور كده بتكون اما بتشوفها يعني بتفهم منها حاجة معينة، اللي هو بيسموهم الجرافيك ديزاينر. فبجد التصميم مجالاته كتير جدا. نقدر ان احنا نشوف احنا حابين ايه ونقدر نتعلم ايه واحنا ايه اللي ممكن نعمله. ونبدأ نشوف يعني هل فعلا ان انا ممكن مثلا الاقي شغفي في الحاجة دي واشوف واجرب. ما نفعش اشوف في حاجة تاني براحتي عادي، انا لسه الوقت قدامي. فعشان كده ان انا اجرب من وانا صغير ده هيفيدني بجد جدا، ان انا من بدري اكون عرفت انا كويس في ايه، انا حاجة اللي حبيتها ايه كده. فنبدأ كده مثلا نشوف. وبعد كده في الناس مثلا اللي بتعمل الفيديوهات اللي هي بتكون فيديو كده مركب كويس. فهو في مجالات كتير عموما انا معرفش عنها كتير، بس انتوا لو حابين المجال ده تقدروا ان انتوا تدخلوا فيه وتشوفوا. الناس اللي بتصمم الحاجات مثلا اللي هي بتطبع على الطابلوهات، في بجد حاجات كتير جدا. الصور اللي هي بتتعمل مثلا كرسمة. بجد انا لو قعدنا نتكلم لغايه الصبح في حاجات كتير. الرسم اللي هو بيكون على التابلت ده. فانتم بجد عندكم مجال مفتوح جدا ومطلوب جدا وشغله باسعار حلوة قوي. وتقدر ان انت تشتغل حتى لو انت في سن صغير اونلاين يعني في المجال ده. فالموضوع ده بيقيم بنت شطارتك ايه وبتعرف تعمل ايه، مش سنك قد ايه خالص. طب انا بقى اتعلمت الحاجات دي وخلاص عرفت شغفي في ايه ولقيت نفسي في حاجة معينة. ابدأ بقى ان انا ادور على شغل ازاي. عندكم مواقع كتير ممكن ان انت تدخل عليها. ومن ان انت تدخل يعني انت لو كتبت ايه مواقع الشغل بس هتلاقي مواقع كتير جدا تقدر ان انت تدخل عليها. بتبدأ ان انت تحضر البروفايل بتاعك كويس اللي هو فيه المعلومات بتاعتك. وتبدأ مثلا ان انت تحمل السي في بتاعك فيه. وتبدأ ان انت مثلا تحط عينات من شغلك. ويبدأ بقى تشوف مثلا ممكن ناس تعرض عليك شغل. تشوف انت مثلا تقدم على على وظيفه. فهتلاقي مواقع كتير جدا تقدروا ان انتم من خلالها تعملوا الموضوع ده. وما بيشترطش السن. وفي حاجات كمان ما بتشترطش الخبره. بيكون عايزين ناس اللي هم مثلا زيرو خبره عادي ما فيش مشكله. بس بيكون وقتها مثلا لسه بسعر اقل. بس انت بقى بعد كده بشغلك واحده ورا واحده يعني حاجه ورا حاجه هتكون بقى كونت الخبره دي. وتقدر بقى وقتها ان انت تشتغل بالسعر اللي انت تحدده. مش هم اللي هيحددوا لك سعر عشان شغلك وقتها هو اللي هيتكلم. كمان من الحاجات المهمة ان احنا لازم بجد ان احنا نتعلمها لو احنا عايزين ان احنا نبدأ شغلنا احنا الخاص. التسويق الالكتروني. ان انا ازاي اعرف اسوق لاي حاجة عن طريق النت. الموضوع ده فيه مجالات كتير وفيه فروع كتير وكلام كتير. فلازم ان انتوا بجد لو حابين ان انتوا مثلا عندكم مثلا تفتحوا مثلا صفحة على الانستجرام تبيعوا فيها اي حاجة، صفحة على الفيس تبيعوا فيها اي حاجة. لازم تكونوا عارفين في التسويق الالكتروني لان ده هينفعكم جدا ان انتوا تعملوا اعلانات لنفسكم. مش هتحتاجوا بقى وقتها موضوع ان انا بدفع فلوس لحد عشان هو اللي يعمل لي الاعلان وكل الكلام ده خالص. كمان ما ننساش ان احنا ممكن ان احنا بقى لو عايزين بقى حاجات اللي هو ننمي بيها القراءة اللي عندنا او كده ان احنا نسمع الكتب الالكترونية. ان احنا نسمع ملخص كتاب معين. انا لو انا داخل على سنة جديدة ونحو انا مش متظبط فيه ابدأ ان انا اشوف ازاي يعني اجيب كورس نحو من الاول للاخر. وابدأ ان انا اتدرب شوية في الاجازة. طبعا ده كله بجانب ان احنا بناخد اجازتنا وبنعمل كل حاجة نفسنا فيها. بس بجد وقت الاجازة بيكون وقت طويل وبيكون عندنا شغف لحاجات كتير. فليه ما استغلش الشغف ده في حاجة كويسة وابدأ ان انا فعلا يعني ان انا انفذ حاجة. لان كل مرة
مره بقعد اقول كده في الاجازه والاقي نفسي الوقت ضاع مني. فبجد الوقت ده والسنين اللي انتوا فيها احسن سنين ان انتوا تستغلوها في الموضوع ده. فنبدا نشوف كل الحاجات دي، ولو عندكم سؤال على اي حاجه اكتبولي في الكومنتات واقدر ان انا ارد عليكم. وتقدروا كمان تشوفوا ازاي ان انتوا تفتحوا قناه على اليوتيوب، ازاي ان انتوا تعملوا فيديو، ازاي ان انتوا تعملوا مونتاج، عشان بتسالوني على كل الحاجات دي. بس بجد انتوا لو سالتوا جوجل او سالتوا يوتيوب هتلاقوا فيديوهات رهيبه عن الموضوع ده، وناس متخصصه فعلا، مش حد كده اللي هو وخلاص. فبجد انتوا اي حاجه بدل ما تسالوا اي حد اسالوا التليفون او اسالوا الجوجل اللي معاكم. وليه انا بستخدم مثلا التابلت بدل من التليفون؟ عموما التابلت بتاع المدرسه انا شايفه فيه بصراحه ميزه، ان هو مثلا احنا مش فاتحين عليه اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، فلما ادخل ابحث على حاجه مفيش حاجه تاني هتشغلني عن الموضوع. لكن اما بدخل مثلا امسك التليفون عشان ابحث عن حاجه، انا عقبال ما بمسك التليفون جالي اشعارات مثلا من اي موقع تواصل اجتماعي، بكون نسيت اصلا انا كنت داخله ليه. فبجد من التابلت الحاجات الكويسه جدا اللي معاكم، وكنز بجد معاكم، بس انتوا لازم تستغلوه صح وتعرفوا ان انتوا تستغلوه صح ازاي. فده كان الفيديو بتاعنا، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ان احنا نعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه وشير لكم اصحابكم. يلا باي.